وننتقل مباشرة إلى قطر حيث ينضم إلينا الكاتب والمحلل الجيوسياسي جورج أبو صعب. مساء الخير. مساء الخير أستاذة دعاء، وشكر على الاستضافة، وحييك بحيي مشاهدين ومستمعي صوت لبنان وضيفك الكريم أستاذ كميل. أهلا وسهلا فيك. سؤال اليوم: ترامب يريد إنجازات ويتكوف وباراك، لبنان، سوريا، غزة، الأجندة إنهاء حرب غزة، توسيع الاتفاقات الأبراهامية، عله يحظى بجائزة نوبل للسلام. إذا بدنا نطلع إلى توم باراك، برأيك أي باراك بدنا نسمعه اليوم؟ الذي قاله في بيروت أن سوريا لا اهتمام لها بلبنان، أو الذي قاله لصحيفة ذا ناشونال الإماراتية بأن تلويح بالعودة إلى بلاد الشام؟ وين بدنا نشوف الصورة الحقيقية لموقف الموفد الأمريكي توم باراك؟ لنقدر نعرف الصورة الحقيقية لموقف المبعوث الأمريكي توم باراك يجب العودة إلى سياسة رئيسه رئيس دونالد ترامب، وتصور الرئيس دونالد ترامب والمشروع يلي جاي فيه الرئيس ترامب. أستاذ دعاء جاي بمشروع إقليمي قوامه السلام، قوامه الاستثمار، قوامه الاقتصاد، قوامه المال، قوامه المشاريع الضخمة التي تربط أقاصي آسيا بأقاصي أوروبا والغرب. هيدا مشروع دونالد ترامب. لينفذ هذا المشروع بده دونالد ترامب بالمنطقة بالشرق الأوسط صفر مشاكل، صفر حروب، صفر نزاعات. من أجل ذلك عم بيعطي لكل بلد حلوله حتى يقدر البلد المعني أنه يقوم بحمله ويوقف على إجري. من هالمنطلق إذا نشوف مثلا شو عم بيصير اليوم بسوريا، أكيد رح تسأليني عن الموضوع السوري كمان، بس هيك تعطي لمحة صغيرة. إذا بنشوف اليوم شو عم بيصير بالموضوع السوري، بالموضوع السوري انتهى الموضوع، انتهى الملف رايح باتجاه السلام والتطبيع. اليوم صار في اتفاق مع الأكراد بشمال شرق سوريا بالانضمام للدولة بدمشق. صار في اتفاق مع الأتراك على أنه الأكراد البي كي كي وعبد الله أوجلان يسلموا سلاحاتهم في مقابل انحسار النفوذ التركي عن سوريا وطمأنتها. وبالجنوب اليوم يلي عم بيصير هو بداية حل مسألة الأقلية الدرزية أو الإدارة الذاتية الدرزية لصالح الدولة الواحدة الموحدة. وبالتالي هيدا مثال عن ما يريده توم باراك وما يريده رئيسه لتوم باراك الرئيس دونالد ترامب. بس بنقطة سوريا هون سؤالي، أنه بعدك عم تقول أنه الإدارة الذاتية الدرزية بمكان ما، أنه هيدا فيه مشروع، هيدا قرار أمريكي وقرار سوري بأنه ما بقى في أي حدا يكون خارج إطار الدولة السورية. بالضبط. ومشان هيك بنلاحظ أنه إسرائيل سحبت إيدها من الدروز، من القنيطرة ومن السويدة، من بعد ما كانت هي في مرحلة ما عم بتزكي الانفصال والانقسام، لأنه إسرائيل أخذت في مقابل ذلك وعد كبير من أمريكا وضمانات بالتطبيع والسلام بين سوريا وإسرائيل. طب بالتالي اليوم هل أحسن توم باراك إذا بدنا نقول الحديث عن بلاد الشام في هذا الظرف بالذات؟ هل هيدي الجزرة؟ هل هيدي العصا؟ شو بتفسرها هذا الكلام يلي بالطبع أنه ما كان له وقع جيد يعني لدى اللبنانيين؟ يعني هون اسمحي لي أستاذ دعاء، خلافا للكثيرين بلبنان يلي أخذوا هالتصاريح، حتى يلي يعني حتى من الناس اللي منهم منتمين أو منتسبين لمعسكر المقاومة أو معسكر محور المقاومة أو ما كان يسمى بذلك، ولم يعد موجود هذا المحور بشهادة ناس من المحور ذاته. لما استعمل المبعوث الأمريكي باراك هذه العبارة أو هذا التصور، لم يكن إلا من باب الضغط السياسي والدبلوماسي على الدولة اللبنانية. لأنه اليوم في عنا مشكلة، نحن كدولة لبنانية كحكم كحكومة كرئيس حكومة كلنا متفقين على السيادة وعلى بسط السيادة وعلى حصر السلاح وعلى حصر قرار الحرب والسلم بالدولة، كلنا متفقين ما في خلاف، ولكن الخلاف هو على الآليات اللي عم تعتمد. فهذه الآليات بالنسبة للإدارة الأمريكية وبالنسبة للغرب وبالنسبة للعرب والخليجيين وعلى رأسهم المملكة العربية السعودية
آليات بطيئة كي لا نقول شيء آخر، إنها آليات بطيئة، وبالتالي عم بتمارس أمريكا بشكل أو بآخر كل أنواع الضغوط السياسية والدبلوماسية، ومنها هز العصا المتعلق بقصة الحاق لبنان بسوريا الكبرى وإلى آخره، يلي أكيد هون ما في لبناني بيختلف مع لبناني آخر على رفض مثل هذه الصيغة. طيب، بس كمان هون تصريحات براك بنظر مقربين من حزب الله وحتى أيضا من المقاومة بيعتبروا أنه هيدي بتأكد الحاجة إلى سلاح المقاومة، لأنه لبنان عنده خطر وجودي وهيدا طبيعي يضل معنا سلاح لنواجه هذا الخطر. لو كان الكلام صحيح كان تمكن هذا السلاح من إنقاذ لبنان وجنوب لبنان خلال الحرب السابقة. لو كان لهذا السلاح أهمية فاعلة على الأرض لكانت عدلت الكثير من الحسابات، لكن للأسف تبين أن هذا السلاح لم يستطع لا الحفاظ وحماية نفسه ولا حماية بيئته ولا حماية والدفاع عن لبنان. ومشان هيك نحن كنا ولا نزال وسنبقى ننادي ونناضل من أجل القيام الدولة وحدها القوية القادرة بقواتها الشرعية الذاتية، ولا أحد سواها على أرض الميدان قادرة على بسط السيادة، حماية اللبنانيين والدفاع والزود عن الأرض اللبنانية. شكرا للكاتب والمحلل الجيوسياسي جورج أبو صعب على هذه المداخلة المباشرة من قطر. أهلا وسهلا فيك.